حاجات بنعملها واحنا مش واخدين بالنا بتخلينا نبعد عن ولادنا. ايه الحاجات دي؟ 10 حاجات. اول حاجه النقد المستمر، ان انا بنقد ولادي على طول. الحاجه التانية ان انا بكون منشغله عنهم تماما، مفيش مساحات مشتركه بيني وبينهم. الحاجة التالتة هي فكرة التجاهل لرأيهم، التجاهل لموقفهم، التجاهل ليهم هم شخصيا. الحاجات دي كلها بتبعدنا عن بعض. طيب ايه كمان؟ ان انا مش مواكبة للحاجات اللي بيمروا بيها في يومهم، في حياتهم، صحابهم بيقولوا ايه، دنيتهم عاملة ازاي، ايه الافكار الجديدة انا ما عنديش تواكب، انا مش عارفة دنيتهم بتتكلم عن ايه. طيب ايه تاني؟ ان انا بستخدم العقاب كأحد وسائل التربية، والعقاب مش أحد وسائل التربية. نستخدم الثواب، المكافأة، استخدم ان انا هزعل منك، ان انا هبقى متضايق، لكن العقاب كوسيلة لا. ممكن الحرمان، مش العقاب، مش هعاقبك بكذا، هحرمك، همنع عنك كذا. طيب ايه تاني؟ او نقلل قوي حتة العقاب قوي، يعني دايما بالثواب، دايما بالمكافأة اكتر من العقاب. طيب ايه كمان؟ ان انا اكون بفرض رايي، ما بسمعش ولاد، بفرض رايي عليهم على طول، رايي هو الصح، انا مش عايزه اسمع منكم كلام، انا عارف ايه لمصلحتكم. ففرض الراي وعدم سماع الكلام ده بيخلي العلاقه بيننا وبين ولادنا مش احسن حاجه. ما بعرفش اعبر عن مشاعري، ما بعرفش اقول لهم انا بحبكم، ما بعرفش اقول لهم انتوا غاليين عندي. ممكن اكون بجيب لهم حاجات، لكن ما بعرفش اعبر، ما بعرفش اتكلم. فالبرود العاطفي ده بتخلي كمان الولاد عندهم برود عاطفي اتجاهي. طيب ايه كمان؟ التناقض ما بين الكلام والسلوك، ان انا اكون بقول لهم حاجه وانا بعمل حاجه تانية، او انا بقول حاجه وبعمل حاجه. فهم شايفين ان كلامي وسلوكي مش زي بعض، سواء بان انا بقول لهم ما تعملوش حاجه وانا بعملها، او انا نفسي بقول مش هعمل حاجه وبعملها. فالتناقض ده يخلي فيه بعد، انت متناقض، انت انسان متناقض. طيب الاستهتار والاستهزاء بمشاعرهم، ان انت ما بتحسش مشاعرك، مش مهمه، التوبيخ والاهانه، واقول ده ما بيفرقش معاهم. كل الحاجات دي بتخلي علاقتنا بولادنا تبعد، يبقى في فجوه، يبقى مش عارفين نتواصل. نحاول ان احنا نقلل الحاجات دي في علاقتنا بولادنا. انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.